اهلا بيكم. النهارده هقدم لكم طريقه عمل سمك ماكريل بالخضار في الفرن. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. عندي سمك ماكريل انا غسلته كويس جدا بالليمون والطحينه. الطحينه بتطلع ريحه اي زفاره. عندي توم وفلفل مفرومين وملح وكمون. الخضار جزر مبشور وبقدونس وطماطم وفلفل اخضر وبصل وليمون. هجيب عندي صينيه هبتدي انزل فيها بكل الخضروات ديت. ممكن تزودي اي نوع خضار تحبيه، ممكن تزودي فلفل الوان زي ما انت عايزه. هبتدي اقلب الخضار مع بعض بالشكل ده. هجيب عندي نص الثوم المفروم والملح والكمون، هنزل بيهم على الخضار. هتبل الخضار نفسه، هبتدي اقلبهم وادعكم مع بعض بالشكل ده. السمك الماكريلي ده كله قيمة غذائية عالية، كله فيتامينات ومعادن مهم جدا لبناء جسم الأطفال. في فيتامين بي 12، أوميجا 3، فوسفور وكالسيوم. مهم جدا تعمليه على الأقل مرتين في الشهر. عصرت ليمون على الخضار زي ما انت شايفة بالشكل ده بعد ما تبلته. هجيب بقى عندي السمك نفسه. انا هتبل السمك بباقي الفلفل والثوم والملح والكمون، هقلبهم مع بعض بالشكل ده. وهتبل اللحم بتاع السمكة نفسها. عصر ليمون. هجيب بقى عندي السمكية زي ما انت شايفة انا غسلاها كويس جدا ما شاء الله. الطحينة بتطلع ريحة اي زفارة يا جماعة من الاسماك ومن الفراخ واللحوم. بعد ما تبلت السمكة بالشكل دوت علشان الحدق بتاعها يكون مظبوط، هجيب بقى عندي صينية تانية هفرد فيها جزء من التتبيلة والخضار اللي انا عملته في ارضية الصينية. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك. هجيب بقى عندي السمكة وهحشي بطن السمكية نفسها بالخضار اللي انا عملته زي ما انت شايفة بالشكل ده. لو عاملة نظام غذائي، السمك ده صحي جدا، طعمه بجد خطير. انا لا حطيت زيت ولا حطيت اي دهون فيه، هو بيستوي منه فيه زي ما انت شايفة بالشكل ده، وخفيف جدا على المعدة. بعد ما تبلته بالشكل دوت هجيب بقى عندي ليمون وهبتدي اعصر على السمك نفسه. هتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هيدخل الفرن هياخد بالظبط ساعة تسوية. كده السمك عندي بقى جاهز. هدخله الفرن وبعد ما يطلع هيبقى معايا بالشكل ده. طريقته سهلة زي ما انت شايفة، مش عايزة اقولك على الريحة خطيرة. غرفته في طبق التقديم. هجيب بقى السمكية وهفتحها من جوه وهوريكي قد ايه مستوية وطعمها بجد تحفة يا جماعة. الخضار نفسه مستوي. اعملي جنبه رز بالبصل، سلطة طحينة، سلطة خضراء، وجبة كاملة متكاملة. بصي اللحم بتاعه مستوي ازاي وطعمه وريحته تحفة. لو عجبك اعمليه بنفس الطريقة ديت بجد هتدعيلي. واستنيني في وصفات تانية كتير من قناة مطبخ فوفا. وألف هنا وشفا. متنسيش اللايك والشير. سلام عليكم.